هذا يهودي كان يستغل المسلمين، عنده بئر يبيع المياه حقتها بدبل السعر. فانزعج المسلمين من ذلك. لما قدم المسلمون إلى المدينة المنورة ما استساغوا مياهها، وجدوا صعوبة، لأن تعرفون المدينة أرض بركانية، فكانت تخرج المياه مالحة ليست عذبة، إلا هذا البئر، بئر رومة، وكانت لهذا اليهودي. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك روحي له الفداء، نادى بالصحابة وقال: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فوصل الخبر إلى أسماع ذلك الرجل السخي الكريم ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة، فما كان منه إلا أن راح لهذا اليهودي ويتفاوض معاه أنه يشتري هذه البئر. شوفوا ذكاء سيدنا عثمان. فرفض هذا اليهودي، بعد محاولات أقنعوا أنه يشتري عثمان نصف البئر ب12,000 درهم. في ذلك الزمان كانت تسوى ملايين في زمننا هذا. الله يرزقنا وياكم خير الدنيا والآخرة، قولوا آمين. فتمت البيعة واتفقوا على أنه يوم عثمان يوم هذا اليهودي، فجعلها ذو النورين صدقة للمسلمين. فالصحابة والمسلمين إيش كانوا يسوون؟ يروحون وقت يوم عثمان ياخذون حاجتهم للماء ليوم ويومين. فلما صار يجي دور اليهودي ما حد يجي يسقي منه. اليهودي هذا اللي كان يستغل المسلمين وكان يبالغ في سعر الماء، راح هذا اليهودي لعثمان بن عفان وقال: اباك تشتري النصف الآخر من البئر. تعرفوا سياسة التجارة احنا نسميها مكاسرة. فعثمان راح وجاب معاه الين اشترى النصف الآخر، لأنه اليهودي ما يستفيد منها، من 6,000 درهم. فاشترى عثمان هذا البئر وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لأجل هذه الصدقة العظيمة اللي هي أفضل الصدقات، سقي الماء. والآن أنا جايب لكم رابط موثق من الدولة بتصاريح رسمية وحكومية إنك تتصدق بمبلغ يسير. وين؟ في مكة المكرمة، حيث الأجور تتضاعف والحسنات تتزايد على حجاج وضيوف بيت الله الحرام. تخيل هذا الحاج درجات حرارة عالية جدا ويشرب عن طريقك موية باردة تبرد على قلبه، ويرفع لك دعوة وهو حاج في هذه الأرض المباركة ما بينها وبين الله حجاب، يفتح لك في وجهك ربي أبواب خير ورزق بسبب هذه الصدقة اليسيرة. صدقني هذا المبلغ اليسير اللي ما بياخذ منك شيء ممكن تتغير حياتك بسبب دعوة حاج أو مصلي في مكة المكرمة. فلا تفوتون الفرصة، بحط لكم الرابط في الصفحة، تدخل على الصفحة الشخصية واسقي المصلين والحجاج واكسب دعائهم.